الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب عليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى
معصية رسول وإذا زاروك حيوك بما لم يحييك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تنازعتم فلا تتنازعوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتنازعوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون
له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في العدلين كتب الله لأغلبن وأنا ورسولي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العظيم. भाइयों दोस्तों, मैं पहले कुरान पढ़ना ठीक से नहीं जानता था। मैंने YouTube से सीखा और वो लोग पढ़ रहा था तो मैं कुरान निकाल के मैं भी देख रहा था। देखते 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 अभी थोड़ा पढ़ने सीख गया। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से अभी थोड़ा थोड़ा जान गया। पहले तो पढ़ने भी नहीं सकता था ठीक से और आलिम के पास भी जाता था सीखने के लिए। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि आज का ज़माने में, आज का दौर में कुरान समझकर पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि कुरान समझकर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह कोई भी बदनाम कर नहीं सकेंगे, कोई भी कुछ नहीं कर सकेंगे। कोई बदनाम करने की कोशिश करते हैं, ये है वो है बोल के, तो उन सब से डिफेंस तो कर सकेंगे समझकर पढ़ेंगे तो। और समझकर पढ़ना 10-10 नेकी मिलता है बोला एक आया समझकर पढ़ने में। तो इसलिए हम सब कोशिश करेंगे कि समझकर पढ़ सके। मैं आप सभी से विनती करता हूँ। और ये अमन का किताब है, इंसानियत का किताब है। दुनिया में कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे खाना है, बड़ों के साथ क्या सलूक करना है, पड़ोसियों के साथ क्या सलूक करना है, सब मिलकर प्यार से रहना है, किसी को डराना धमकाना नहीं है। ऐसा सब कुछ इंसानियत इंसानियत इंसानियत। एक भी ऐसा आयत नहीं है जो कुरान में इंसानियत के खिलाफ हो। तो इसलिए इंशाल्लाह हम सब कोशिश करेंगे कि समझकर पढ़ सके
اور اللہ بھی انشاءاللہ مدد کرے گا اگر ہم لوگ کوشش کریں گے. تو میں یہی گزارش کرتا ہوں سبھی سے, اور لائک شیئر سبسکرائب کر دینا پلیز.